في سنة 2020 ناس كتير اشتروا ماك بوك اير M1 وكان بالنسبة لهم دي احسن صفقة، وفعلا هم كانوا صح. بس في 2026 السؤال اللي بيحيرني، هل فعلا الام 5 هي صفقة كويسة؟ او ايه اللي ممكن يتحسن في لابتوب وصل للكمال اصلا؟ اهلا بيكم، معاكم ميجو. خليني اقول لك حاجة بتحصل دلوقتي في سوق اللابتوب. ماك بوك نيو بتلع ب $600 وتقريبا نص السعر بتاع الماك بوك اير، وده ممكن يوصلك لسؤال تسأل بيه نفسك، انا ايه اللي يخليني ممكن ادفع ضعف السعر ده في الاير؟ وهو ده بقى بالذات السؤال اللي هيتبني عليه فيديو النهارده، لان كمان في الحقيقه الاجابه مش بسيطه زي ما انت متخيل. الماك بوك اير ام 5 بيبدا من $1100، واول ما تسمع الرقم ده ممكن تحس بالنسبه لك ياه الرقم ده كبير قوي. بس تعالى اعمل لك حسبه بسيطه كده. في سنه 2020 ماك بوك اير ام 1 نزل ب $1000، بس كان 8 جيجا رام وهارد 256. ولو عايز ترفعهم اصلا وتوصلهم ل 16 جيجا رام وهارد 512 هتدفع حوالي $1400. وده طبعا قبل ما نحسب فكرة التضخم بتاع الرامات والهاردات اللي منتشرة في العالم حاليا، التضخم اللي وصل لحوالي 25% من سعر المنتج. يعني لو عملنا الحسبة صح هتلاقي الجهاز ده واقف عليك في الآخر ب $1750. الجهاز ده بقى بتاخده في صفقة حلوة ب $1100. يعني هو مش غالي ولا حاجة، هو صفقة مربحة جدا. من ناحية التصميم والشاشة هو حقيقي ملوش منافس. الماك بوك اير ام 5 هو نفس التصميم بتاع الام 2، قطعة كلها واحدة من الالومنيوم، رفيع خفيف بيتحط معاك في الشنطة بسهولة. والجهاز بينزل باربع الوان، السكاي بلو والسيلفر والستار لايت والميد نايت. واسوأ حاجة في اللون الميد نايت ده التبصيم مش طبيعي. الجهاز حرفيا كل ثانيتين بيبصم. لو انت مش بتنظف الجهاز بتاعك بصفة مستمرة صعب جدا اللون ده بالنسبة لك، واوعى تشتريه. انا معاكم ان هو لون شياكه وفخامه واحلى لون في الالوان كلها حرفيا، بس صعب قوي يا جدعان. شايفين المنظر؟ شايفين؟ انا سايب لكم النص اللي تحت ده من ساعه ما جبته عشان اوريكم الفرق بين قدام وورا. صعب قوي وشكله يعني ده المنظر ده بيبقى هو نفس المنظر اللي هنا. تخيلوا بقى. والتراك باد هو احسن تراك باد موجود على لابتوب في السوق كله. مع تجربة ماجيك كيبورد تحفة طبعا مش محتاجة اتكلم عنها، هي حاجات اساسية ومعروفة عن الماك بوك. البطارية مع تجربة الاستخدام حوالي 14 ل 16 ساعة. مفيش جهاز تاني او لابتوب تاني هيقدر يديك عدد الساعات دي. انا نفسي ناقل من ماك بوك برو 2019 تجربة بطارية مختلفة نهائي، مختلفة نهائي. انا بقعد باللابتوب ايام ما بحطوش في الشاحن، ايام. انا بقعد امنتج وما عنديش مشكله طول اليوم. ممكن اقعد 10 ساعات او 13 ساعه بمنتج شغل تقيل على ادوبي بريمير على الماك بوك اير ام 5 من غير ما اشحن اللاب. محدش هيحس بالمتعه دي الا اللي جربها. انا شخص الماك بوك بتاعي ممكن يكون 50% واخده انزل بيه عادي، ما تسيب الشاحن في البيت، مش محتاجه، خلاص بيكفيني. وبرجع كمان بيبقى فيه بتاع 20 او 25%. طيب دلوقتي انا كنت بمنتج من الصبح، الساعة دلوقتي 4 الا ربع، وكمان عندنا نسبة البطارية هنا 20%. نيجي نشوف بقى الاستهلاك بتاع البطارية، هنلاقي ان استهلاك البطارية من الساعة 10:30 او 11 الا ربع كده لحد الساعة اهو اللي احنا فيها، ولسه اللابتوب فيه 20 او 19%. وكل الوقت ده انا شغال مونتاج على الفيديو. طبعا الارقام دي انا بقولها لكم من ناحيه المونتاج والفوتوشوب، حتتي الحته بتاعتي، انا مش بتكلم في برمجه بقى. عندك في الجنب منفذين ثاندر بورد 4، وكمان عندك ماك سيف منفصل تقدر تشحن بيه الماك بوك بتاعك، اللي بيوصل لسرعه الشحن بتاعه لحد 60 واط، والشاحن الاساسي اللي بيجي معاه بيكون 40، وتقدر ان انت لو بتطلبه من قبل كده تزود يعني تخليه 60 واط. فكره ان انا اشحن الماك بوك اير من ناحيه الماك سيف دي بالنسبه لي احسن كتير من التايب سي. الفكره بقى ان الماكسيف ده مجرد ما تجيبه كده بيلزق على طول، مش فكره بقى عايز ادخل سوكت او اخرجه والتفاصيل دي كلها. وبعدين ما بيتفكش غير انك تشده لفوق او لتحت كده بس، لكن تيجي تشده يمين شمال يا باشا ولا الهوا، انا مش معاك اصلا، فاهم؟ طب اشدك كده
تشد الجهاز معاك. مختلف بقى عن اليو اس بي سي، لان اليو اس بي سي لازم سوكت ولازم تحدد. بص الموضوع صعب جدا ومع الوقت بتلاقي السوكت ده ممكن يتحرك منك كده ويبوظ من جوه. فعلى ايه بقى يا باشا التفاصيل دي كلها وجع القلب؟ ما انا. طيب الشاشة بتاعت الماك بوك اير ام 5، بص هو ممكن يبقى في حاجة هتضايقك بس مش اللي في بالك، لا. الجهاز بيجي منه مقاسين، ال 13 انش وال 15 انش. شاشة الماك بوك اير هنا بتكون 500 نيتس وبتدعم الوان البي 3، وفيها كمان خاصية الترو تون اللي بتناسب ضوء الشاشة على حسب الضوء المحيط بيك. طيب ده كده جودة الكاميرا في ظروف الإضاءة الضعيفة، فتعالوا نخرج في النور الطبيعي كده ونشوف الجو عامل ازاي. كمان الصوت ده صوت المايك بتاع الماك بوك ده، مش اي تعديل ولا اي حاجة، هو الصوت طبيعي خارج من اللابتوب. طبعا الكواليتي كويس الى حد كبير، يعني الكاميرا 12 ميجا بكسل حاجة تمشيك كده، تقضي الغرض. بالنسبة للابتوب تحسها كاميرا موبايل قديم. خلي بالكوا برضو يا جماعة الكواليتي بتاع الكاميرا ده ما اختلفش نهائي عن انا اسف على الضلمة اللي احنا فيها دي، خلينا نخش نقعد مكاننا. يعني الكواليتي بتاع الكاميرا هنا ما اختلفش نهائي عن الجيل اللي فات، يعني هو نفس الريزوليوشن، بنفس الكواليتي، بنفس السنسور، بنفس كل حاجة عن الام 4. ارقام المعالج بتاع الام 5 اعلى 11% من الام 4 ده في السنجل كور، وب 16% في المالتي كور. مش ثورة كبيرة في عالم الماك بوك، ولكن في الجرافيكس هو بيكون اسرع عن الام 4 من 34% ل 38%. لما بقى بتقارن الام 5 بالام 1 هو حرفيا ضعفه في الاداء في كل حاجه. فانت لو عندك ماك بوك اير ام 1 ده وقت التطوير توصل لماك بوك اير ام 5 وهتكون مرضي قوي بالاداء. كمان سرعه الاس اس دي نفسه اتضاعفت. الاول كنت بتاخد هارد 256 وسرعته بطيئه شويه، دلوقتي مع الهارد ال 512 اللي بيجي في اقل فئه في الماك بوك اير ام 5 هتاخد سرعه قرايه في الهارد ده بتوصل لحوالي 7000 ميجا بايت، وده رقم كبير جدا وبيساعدك كتير قوي في تشغيل الجهاز والبرامج المنتقل، اي حاجه ليها علاقه بالنقل والقرايه. رهيب. زي ما قلت لكم انا كان معايا ماك بوك برو 2019، جربت اعمل ريندر للفيديو الريفيو بتاع الايفون 17 برو ماكس على الجهاز ده والماك بوك اير ام 5. في الماك بوك برو 2019 الريندر وصل لحوالي ساعه وربع، ساعه و10 دقايق حاجه كده، انما في الماك بوك اير ام 5 الفيديو ما كملش 10 دقايق لربع ساعه. فده بالنسبه لي اكبر ابجريد عملته في حياتي اصلا. طب يا عم ميجو لا ده السعر ده غالي قوي، انا هروح للماك بوك نيو ده يا عم ب 600 دولار وانا مبسوط قوي كده وبتاع. ثواني، لازم تكون عارف كل حاجه قبل ما تاخد القرار ده. الماك بوك نيو ب 600 دولار بس في المعالج بتاع الاي 19 برو بتاع الايفون 16 برو ماكس، يعني طبعا الاداء بين الاثنين هيروح للام 5 الاير بلا شك. الماك بوك نيو فيه 2 يو اس بي من نوع التايب سي، بس واحد يو اس بي 3 وواحد يو اس بي 2. يعني لو عايز تحط شاشه خارجيه مثلا بكواليتي او ريزوليوشن 4K او 5K مش هتلاقي الجهاز ده بيدعمها. انما الماك بوك اير عندك سوكتين ثاندربورد 4 وتقدر تشغل عليهم الشاشه ال 4K وال 5K الاثنين مع بعض في نفس الوقت. انا عارف هتيجي تقول لي مين عنده الامكانيات دي وبتاع، بس انا بقول لك حاجه، دي حاجه هتعيش معاك 5 سنين قدام او 4 سنين قدام، فلازم تجيب ليك وللوقت. انت ما تضمنش المستقبل اللي فيه ايه. بعد ما تجيب النية وتقول يا ريتني كنت زودت مش عارف ايه وجبت. طب يا عم انا مش هجيب شاشه خارجيه، خد يا عم الصوت. السبيكرز اللي موجوده في الماك بوك نيو هم 2 بس، انما اللي موجوده في الماك بوك اير ام 5 ال 13 انش عندك 4 سبيكر، او ال 15 انش عندك 6 سبيكر. عندك كمان الرامات في الماك بوك نيو بتكون 8 جيجا رام، انما في اقل نسخه في الماك بوك اير بتكون 16 جيجا رام. وكمان المساحه في الماك بوك نيو 256، انما في الماك بوك اير ام 5 عندك من اول حتى ال 13 انش 512. الماك بوك نيو السي بي يو بينزل ب 6 كور سي بي يو، انما في الماك بوك اير ام 5 ال 13 انش وال 15 انش عندك 10 كور. وفي الجي بي يو الماك بوك نيو بينزل ب 5 كور جي بي يو، وال 13 انش من الماك بوك اير بينزل ب 8 كور جي بي يو، وكمان ال 15 انش بينزل ب 10 كور جي بي يو. ده غير كمان ان انت في النسخه اللي ب 600 دولار دول مش هتاخد في الماك بوك نيو زرار اصلا التاتش اي دي. كمان في الماك بوك نيو مش هتلاقي امبيت لايت سنسور، ده اللي بيكون مسؤول عن قوه الاضاءه وانت بره في الشمس، يعني ما يكون في شمس
بيزود لك الاضاءه او البرايتنس بتاعت الشاشه، والعكس لو انت في مكان ضلمه بيقلله لك اوتو كده لوحده. فالسنسور ده مش هيكون موجود. كمان السنسور ده بيشتغل مع الماجيك كيبورد. الماك بوك نيو الواي فاي اللي فيه بيكون 6 اي، انما في الماك بوك اير بيبقى واي فاي 7. لو جيت دخلت في التفاصيل دي مش هتخلص. لا ده كمان في الماك بوك نيو النسخه اللي ب $600 ما فيهاش تاتش اي دي، وعشان تعوز تاتش اي دي لازم تعلي $100 عشان تاخد هارد 512، وهتاخد التاتش اي دي، يعني توتال اللاب بقى ب $700. احس الموضوع راح بمقارنه بين الماك بوك اير والنيو، بس هو الحقيقه ان السؤال ده بيتكرر كتير جدا، وانا الصراحه شايف ان الاثنين ما ينفعش يتقارنوا ببعض. اجابه السؤال ده ماك بوك اير ولا ماك بوك نيو هي بترجع لك انت. لو انت شغلك تقيل شويه او بتستخدم فوتوشوب او بريمير او اي حاجه من تفاصيل المونتاج دي، فانت اكيد هتروح للماك بوك اير. طب هل الفرق في السعر بين الجهازين يستاهل؟ بصراحه لو انت هتستخدم الجهاز ده لمده 4 او 5 سنين قدام ومش ناوي تغيره، يستاهل. انما لو عايز اي حاجه للسوشيال ميديا او المونتاج الخفيف خالص بتاع الريلز ده، النيو طبعا كافي. طيب في جمهور بيقول لك لا يا باشا اير ايه، انا شغلي تقيل انا هروح للبرو. وفي ناس تقول لك لا يا عم انا ما بحبش جو المروحه والفتحات والكلام ده، انا هروح للاير عشان ما فيهوش اي فتحات ولا اي حاجه من الكلام ده. الماك بوك برو ام 5 بيبدا من $1700، والفرق عن الاير الشاشه ال 120 هرتز طبعا، لان الشاشه هنا بتنزل 60 هرتز بس، سطوع اعلى، تبريد احسن طبعا بسبب الفان اللي موجوده، عندك سوكت للاتش دي ام اي وسوكت للاس دي كارد، وطبعا اداء اعلى. الماك بوك اير ما فيهوش اي فتحات. الجهاز بص كانك ماسك موبايل، انت شغال على موبايل حرفيا. فلو جربت تمنتج مثلا عليه فيديو تقيل او فيديو انت حاطط له لايرز كتير وافكت ومش عارف ايه والكلام ده، هتلاقي ان اللاب بيسخن شويه، لا شويتين ثلاثه. طب ده بيجي على الاداء حاجه بسيطه، يعني مش هي الحاجه تذكر برضو، ولا هي الحاجه اللي تخليك تمنعك ان انت مثلا خلاص بترندر على البريمير فانت مش عارف تشتغل على فوتوشوب مثلا، او مش عارف تفتح سفاري، او مش عارف تعمل اي حاجه من الكلام ده. لا، وبيبقى في لاج بسيط خالص. حصل معايا وانا بمنتج الفيديو بتاع الايفون 17 برو ماكس وفتحت صوره على الفوتوشوب وحركتها كده، لا هي في سلاسه طبعا مختلفه بالنسبه لي بالنسبه للجهاز بتاع 2019 البرو، ولكن في لاج بسيط خالص مش ما يذكرش، يعني بالنسبه لي ما فيش حاجه بتحصل لا. ولكن الجهاز بيسخن، حلها ايه؟ حطه تحت اي مكان بارد بقى، حطه تحت قدامك مروحه والجهاز هيبقى كويس. فاكيد طبعا لو ادائك على طول ريندر شديد او على طول شغلك تقيل قوي بتروح للبرو، انما لو في المتوسط وبتعافر كده هتروح للاير، لان الاير هيوفر لك حوالي $600، فده طبعا فرق كبير يعني. بالنسبه لي خلاصه الموضوع هو جهاز الى حد كبير ممتاز وحلو جدا، ويمكن في تفصيله بسيطه اللي هي الشاشه اللي بس ال 120 هرتز، واعتقد لو ما فيش حد مهتم قوي او متعود ان هو يتعامل على شاشات 120 هرتز كتير، الموضوع مش هيفرق معاه قوي يعني. ماك بوك اير ام 5 هو احسن لابتوب بالنسبه لي في السوق قيمه مقابل سعر في 2026، مش لانه اسرع من كل حاجه، لا هو في الاسرع منه عادي زي ما قلنا، البرو اسرع منه اكيد، ومش برضو لانه الارخص، لان في ارخص منه الماك بوك نيو، ولكن هو عند الفئه السعريه دي اللي هو انا هديك اداء كويس، هديك بطاريه كويسه، صوت كويس، تجربه بصوا كويسه جدا او حلوه من ناحيه كل حاجه. فزي ما قلت لكم انت لو عندك ماك بوك اير ام 1 او ام 2 ده وقت فعلا انك تطور لو حابب تطور. ما تنساش بقى تقول لي في الكومنتات رايك، وتقول لي الجيل الجاي الام 6 هينزل بشاشه 120 هرتز في الاير برضو، ولا ابل هتقعد تقرفنا وتقعد تقول لنا لا يا باشا استنى جيلين تاني والجو ده.